بس الحقيقه ان الست ما بتبقاش عايزه راجل متربي في العلاقات الحميمه، لا ما بتبقاش عايزه راجل محترم خالص، هي بتبقى عايزه راجل قليل الادب، هو ما فيش راجل محترم اصلا. تعالى اديكي بقى سر من اسرار البنات او الستات المتجوزه اللي بيخليه الموضوع ده بالنسبه لها حتى لو هي مش حباه، وحتى لو هي بالنسبه لها تقيله على قلبها، بتكسب يا اختي جوزها بنسبه 100%. فعلا بيشتغل على الزوج جدا. وهي ايه بقى؟ بتقوله وبتعرفه من وهي في السرير معاه ما بتقومش ان هي بتحب الموضوع ده اكتر منه بمراحل، سواء هي سألته انت بتحب الموضوع ده معايا ولا لا، او انا شايفاك ان انت بتتبسط معايا بالموضوع ده، وبعدها بتكمله وتقوله انت ما تعرفش انا الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا ازاي. لو في ما بيننا مصانع الحداد انا الموضوع ده بيفرق في نفسيتي جدا ومعاك انت بس. انا ما تخيلتش نفسي اصلا في يوم من الايام ابقى مع راجل غيرك عمري، ومهما لو كنت اتجوزت حد تاني اصلا برضو لا انت غير، انت نصيبي، انت بتاعي انا بس. يا لهوي يا لهوي، 7 صحابي من صحابي الموضوع ده شغالين عليه، وهم اصلا يعني مش من النوع اللي هم في دايره مقفوله قوي، يعني مش متفتحين، حتى هم لو في مدن تربيتهم مقفوله، بيشتغلوا على الموضوع ده مع جوازتهم، حرفيا جوازتهم شايلينهم من على الارض شيل. احساس بس ان هم حاسين ان مراتاتهم حابين الموضوع ده معاه، لا 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 في حته تانية، على عكس انت بقى خلصني بقى، خلصت ولا لسه؟ هو ايه اللي خلصت؟ هو بيولدك، هو ايه اللي خلصت ولا لسه؟ النقطه اللي بعد كده، انا عايزاكي تكوني بالفعل مبسوطه، انا عايزاكي فعلا الموضوع ده يكون فعلا بيحببك بالطريقه اللي بتعجبك، مش شرط خالص ان الطريقه النورمال اللي الراجل بيقوم بيها، الطريقه اللي هي بيبقى فيها التعامل الطبيعي، لا باي طريقه انتي حباها، وباي طريقه انتي عايزه الزوج يتعامل معاكي بيها. عرفيه وقوليله، مش شرط تديله اوردر، ولكن عرفيه بالطريقه وبالاسلوب وانتوا مع بعض، انا بحب كذا، بحب كذا، كذا بيبسطني، كذا بيوصلني ابقى مبسوطه زيك بالظبط، حتى لو الموضوع هو اتبسط قبلك فانت لا انت كمان هتبسطني بس بالطريقه ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. تمام؟ فانت لازم تكوني مبسوطه بالفعل، مش مجرد تمثيل. اخر نقطه معانا، والنقطه دي مهمه جدا جدا وبتفرق جدا، الشاور يعني الشاور لازم شاور، مش ما ينفعش شاور، لازم شاور. انا قلت لكم قبل كده الموضوع ده بيفرق جدا جدا مع الزوج على فكره، وبيجرأ الست، يعني هو بيفرق جدا. انت بتاخدي شاور مع، انت كده مش حرمه من حاجه على فكره، انت كده عارفه جوزك بنسبه 80%. ال 20% هقول لك عليها فين بتعملي كنترول، بس بطريقه غير معروفه، بطريقه غير يعني مش ملحوظه، عشان ما يتخانقش منك وعشان ما يتضايقش منك. حته الشاور مع بعض ده بيفرق جدا في نفسيتك وفي رجولته. وبالنسبه للرجوله، انت دايما بتمدحي في رجوله الراجل في الحته دي، كده كده انت راجل وشهم ومحترم وفيك وما شفتش راجل متربي زيك. بس الحقيقه ان الست ما بتبقاش عايزه راجل متربي في العلاقات الحميمه، لا ما بتبقاش عايزه راجل محترم خالص، هي بتبقى عايزه راجل قليل الادب، هو ما فيش راجل محترم اصلا بالذات في الموضوع ده. فانت بتمدحي في رجولته قوي، قد ايه انت يعني انت فوق تصوراتي، قد ايه هو انت دارس، يعني انت واخد كورس، طب انت كنت بتدرسه بقى، عارفه اللي هو ايه ده انت فوق، انت يعني واو، انت فاهمه؟ فبتقعدي تمدحي وبتقعدي تتعاملي، كل ده انت بتشتغلي عليه، كل ده انت بتعفي جوزك وبتبسطيه، وفي نفس الوقت انت بتتبسطي. ياما ناس انفصلوا عن بعض، اتطلقوا، بس العلاقه الزوجيه ما بينهم هي كانت بتعرف تعمل ده. يعني انا اعرف حد هي كانت بتعرف تقوم بكل ده بالظبط، وهو كان بيتبسط. هي المشكله في حاجه تانية، ان هما مش متفاهمين مع بعض في الحياه العمليه. فبعد اول الجواز، يعني بعد ما فتره بدايه الجواز انتهت، هما لما ما بقوش عارفين يتفاهموا مع بعض عمليا، الدنيا الشخصيه دي او العلاقه الحميميه ما بينهم وقعت، فبالتالي هو ما بقاش عارف يتعامل لا هنا ولا هنا، فبالتالي انفصلوا. فانا بسالها بقول لها يعني انت ازاي كنتي عامله كل ده وهو كان شايف منك كل ده وانفصلتوا؟ يعني ازاي؟ قالت لي ما هي الفكره في حاجه، ان ده لما بيقع
لما الحياه العمليه بتقع فده بيقع، فما بنعرفش نصلح. الموضوع معاه كان يعني محدود قوي. فمش شرط خالص 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 ان الموضوع معاك يكون تأدية واجب، بالعكس تفنني انك انت تعرفي تبسطي جوزك، هتلاقي جوزك بصي بيبسطك، فهو يبسطك فانت تتبسطي فتروقي عليه فيروق عليك. عارفه انت الموضوع ايه يعني، رايح جاي كده يعني، وان سيتويشن، موضوع يعني خد وهات زي ما بنقول كده. تمام كده؟ فدي حاجات انت لازم تعمليها قبل وبعد وفي الجرأة ومش عارفه ليله ودروله والله. ولكن هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تانية، في فيديوهات تانية كتير قوي قوي قوي، ولكن انا محتاجه ان انا اعرف منكم الفيديوهات ان انا اقدر اقدمها لكم ان شاء الله الفتره الجايه. استنوا فيديوهات قويه جدا 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 جدا، توعيه كامله، نظافه شخصيه، دلع، انوثه، بنوته، كل ده في اطار الاحترام. لكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.